السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتم يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم حبيبتي راح نحضروا مع بعض اون تارت او بوم، تارتة بالتفاح. هكذا البنات اللي عشاق التفاح ولا اللي عشاق تارت او بوم راح هاد الوصفة يعني كي راح تنسيكم كامل في الوصفات الاخرين. تلمو تجيب بنينة وهشيشة وتذوب في الفم، تجيب بزاف مكرملة كما نقولكم، تجيب بزاف بزاف بنينة. بدون إطالة تابعوا مع الوصفة وطريقة التحضير. على بركة الله. دونك البنات بالنسبة للمقادير راح نبداو اولا في تحضير الكراميل ديالنا اللي نديروه يعني كطبقة الاولى في الكيكة ديالنا تاع التفاح. دونك هنا في اناء ولا كاسرونة تكون شويه ثقيله، حطيت كاس تاع السكر، يكون سكر حبيبات السكر العادي، ونخليوه البنات على النار المتوسطة حتى نشاهدوا هذوك الاطراف بداو يعني يذوبوا، ومن بعد نحركوا بشويه حتى يذوبنا كامل الخليط. يعني باشي تحطوا السكر وتخلطوا، خليها على غردو حتى يذوب كامل القاعده هذيك التحتانيه والاطراف، ومن بعد خلطوا شويه حتى يذوب لكم كامل. شوف هنا نحيدو وزدت له نصف ملعقه كبيره تاع الزبده، نعاود نرجعوا لفوق النار حتى يدخل كامل هذيك الزبده ونحصلوا على كراميل. في نفس الوقت هنا البنات راني قطعت 3 حبيبات تاع التفاح، يكونوا من افضل التفاح يكون طايب، اللون ديالو يكون اصفر، يعني يكون هيك طيب مليح مليح ويكون حلو. حتى جيت هنا 3 حبيبات كما قلت لكم، نقطعهم هكذا اطريفات. السمك ديالهم يكون شويه خشين، ماشي خشين بزاف وماشي رقيق، متوسط هكذا، مش باش ما يتحرقناش في الفرن. هذا مكان ونفر الكراميل تاعي من فوق، هذا مكان ونخليهم في جهه. نروح نحط الكيكه تاعي. واش نحتاجو؟ عندي 2 حبيبات تاع البيض، زدت لهم رشه تاع الملح، وتاني زدت معلق كبار تاع السكر. نقصوا شويه تاع السكر الناس، ما ديروش في الوصفه الاصليه فيه نصف كاس تاع السكر، بصح انا نقصت درت 3 معالق كبار تاع السكر. هذا مكان باش ما تجيناش حلوه بزاف. نخلطهم تقريبا 2 دقائق حتى يذوب هذاك السكر مع البيض. نزيد 1/4 كاس تاع الزيت، نخلطها شويه، وثاني زدت نصف كاس تاع الحليب يكون شويه دافئ. هذا مكان بنات بهذه الطريقه. كما قلت لكم بنات كما قلت لكم البنات يعني كل السكر في الحلوه هذه تجي بزاف حلوه. دونك نقصوا لو ماكسيموم، التفاح يجي حلو والكراميل يجي حلو. دونك ما نزيدوش يعني في الكيكه تجي حلوه ثاني السكر. دونك نقصوا شويه باش تجينا الحلوه سوا. دونك هنا البنات كما قلت زدت الزيت والحليب. راح نزيد كاس تاع خميره الحلويات 10 غرام، وتاني راح نزيد الفرينة اللي هو الكاس اللي استعملوته نفس الكيلة، قست به الزيت والسكر، راح نقيس به الفرينة. درت كاس تاع فرينة. ضروري هنا البنات ديروا النصف الاول دخلوه في الخليط، ومن بعد زيدوا النصف الاخر باش ما يهبطلكمش الخليط ديالكم. دونك المواد الجافة عند الخميرة والفرينة هاد الماء وخلطوا مليح مليح. وشوفوا هنا البنات القوام، راني قربت لكم باش تشوفوا القوام تاع الكيك تاعنا، باش ما يجيش ثقيل كيما الكيك العادي، يجي شويه خفيف عليه. هذا البنات هذا مكان، وندي نفرغوا فوق هذاك الكراميل والتفاح ديالنا. هاد الوصفه البنات ساهله، تصلح من كي يجينا مثلا ضياف تاع الغفله، تم تحضروها نصف ساعه تكون واجده. دوك نحطها البنات في الفرن على درجة 160 درجة. ضروري تطيب بغردها، وفوق الفو يعني كي يكون هادئ، النار هادئة، ونخليها تقريبا 20 إلى 25 دقيقة. ما نخلوهاش يعني تطيب بزاف. انا هنا حمرتها بزيادة، يعني كنت تكرملت مليح مليح كما راكم تشاهدوا هنايا. مام اذا هنا البنات اذا لصقت شويه تاع حبيبات تاع التفاح عادي، نحيو هذيك الحبيبات وارجعهم في بلاصتهم. هذا مكان. والتفاح هنا البنات يجي طايب زبده، هذا هو الشكل ديالها البنات. كما قلت لكم ما تخلوهاش طيب بزاف في الفرن، 25 دقيقه لو ماكسيموم حسب الفرن ديالكم.
كي ثاني ضروري كي تنيحيوها من الفرن تمتم قدموا ليها، ما تستناو حتى دقيقة باش ما تلصقلكمش ومن بعد. هذا ما كان البنات، راني قلت لكم هنا قطعة باش تشوفوها كيف جات لنا من الداخل. هذاك الكراميل من فوق جا بزاف بنين، والتفاح جا ذاب في الفم، وثاني الكيك هذيك جا خفيف بالبزاف، بزاف تشهي وبزاف بنينة. نتمنى تجربوها ونال اعجابكم، والى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله.